أنا اللي لفيت البلاد وطفت وشفت ألوان من العباد. أنا الشاهد على التاريخ، جيت بقلمي على طول أكتب حروف وسطور عن شعب ملا الدنيا نور، حضارة، دين، فن وعلوم، على الأرض بتزرع الخير كل يوم. اقرأ واعرف يا إنسان، كان في إيه هنا زمان على أرض مصر. مشاهدينا في كل مكان، احنا معاكم النهارده بنتابع معاكم في الجزء الثاني قصة الخديوي إسماعيل وقصة القاهرة الخديوية ولؤلؤة الشرق وباريس النيل، تكملة للتقدم المعماري الهائل اللي شافته القاهرة والإسكندرية في هذه الفترة، وبرضه سيرة الخديوي إسماعيل نعرف المزيد عنها من خلال حلقتنا النهارده. هنتكلم بشكل عام عن الخديوي إسماعيل. بنقول إن هو اتولد سنة 1830، مسك الحكم بعد وفاة أخوه سعيد أخوه الأكبر سنة 1863 لحد ما تم خلعه عن العرش على يد الإنجليز في 1879، وتم نفيه طبعا، وفي الآخر خالص كان نهايته في الأستانة. احنا عايزين برضو نقول إن هو كان خامس الحكام، حكام الأسرة العلوية. هو كان خامس واحد، كان قبليه زي ما قلنا الخديوي سعيد، وبعديه كان الخديوي توفيق. الخديوي إسماعيل كان طبعا تلقى تعليمه في باريس، وهو هناك بصفة عامة كان مولع بفن العمارة. هو كان بيدرس في باريس، لكن كانت عينه على المباني الفرنسية والمنشآت المعمارية الفرنسية بشكلها، يعني نقول الفني، الطراز الفني اللي كان موجود في هذه الفترة. فكان عاشق جدا لهذه الرؤية الفنية. بعد اما مسك الحكم بنقول ان هو ما كانش المفروض ان هو يحكم، يعني هو بعد كده رجع مصر بعد ما اتم تعليمه. هو ما كانش المفروض ان هو يحكم، لكن احنا عارفين في الفترة دي قبل اسماعيل كان الباب العالي في تركيا او في الاستانه هو اللي كان بيحط حكام مصر في هذه الفتره. فكان في حد تاني هيجي بدل الخديوي اسماعيل، لان ما كانش ساعتها الحكم بالتوريث، كان بالاختيار من الباب العالي. فعرض اسماعيل ان هو اللي يمسك الحكم، وكان في المقابل ان هو يزود الجزيه للباب العالي. ولما زود الجزيه ودفع فلوس كتير، طالب كمان الباب العالي ان هو يخلي بعد كده بعد الخديوي اسماعيل يبقى الحكم بالتوريث، وبكده يستفيد ابنائه ان هم اللي ياخدوا العرش وما يبقاش الاختيار من الاستانه. وطالب كمان الباب العالي ان هو يديه شيء من الحريه شويه، يعني تبقى مصر نوعا ما مستقله، ما يبقاش اللجوء للباب العالي إلا في الحاجات الكبيرة الضخمة فقط، ولكن يبقى في استقلالية لمصر، ويبقى هو كحاكم مش زي السابقين عنده التبعية الكاملة للأستانة، ولكن فقط إن هو يكون بالاسم. وكل ده طبعا كان بمقابل مادي للباب العالي. وبنرجع تاني للخديوي إسماعيل وولعه الشديد بالهندسة المعمارية اللي كانت موجودة في باريس أو في فرنسا بصفة عامة في هذه الفترة. في سنة 1867 كان موجود الخديوي إسماعيل في باريس، سافر ليها علشان يحضر معرض باسم المعرض الدولي. وهو موجود في هذا المكان توجه للإمبراطور نابليون الثالث وطلب منه بمنتهى الوضوح والصراحة، قال له المهندس الفرنسي اللي خطط لباريس وعمل الشكل المعماري للمكان أنا عايزه في مصر. كان هذا المهندس الفرنسي اسمه هوسمان. وطبعا استغرب جدا نابليون الثالث وبلغ الرسالة
لهوسمان. هو كان اسمه جورج إيجان هوسمان، وهو كان مشهور جدا طبعا في مجال المعمار والهندسة للطرق في هذه الفترة. وطلب منه الخديوي ان هو يجي مصر ومعاه كل مهندس وكل فنان وكل رسام وكل نحات وكل بستاني علشان يجوا يعملوا القاهرة الجديدة اللي في مخيلات الخديوي إسماعيل. وتعجب جدا طبعا المهندس هوسمان في هذه الفترة، وكان مستغرب ان هو عنده استعداد ان هو ينشئ مدينة بالكامل بشكل جديد. لكن فعلا جه ابتدت الحكاية، ابتدت القصة، وابتدى فعلا الخديوي إسماعيل ينشئ القاهرة الحديثة في هذه الفترة. طب دكتور أيمن، في جزئية هامة جدا عايزين ناخد رأيك فيها. احنا عارفين طبعا احنا خسرنا كتير قوي من القصور دي ومن المباني الجمالية لانها اتعملت مدارس متحف سوء الاستغلال. لان انت لما تبقى مدرسه يعني يوميا في حاجات حضرتك كاتب ان هي اتهدت، يعني هدوها وبنوا مكانها حاجات تانية خالص بمنتهى البساطه. يعني انا بتكلم اللي بيشتغل استغلاله سيء. فلما يبقى في كل يوم بين 1000 و2000 طالب تلميذ استهلاك رايحين شديد جايين، طبعا، ده استهلاك للمكان. ولا وفي حاجات للاسف يعني هي يعني برغم القوانين اللي موجوده، لكن نقول الرقابه مفقوده شويه. في فتره من الفترات كان في قصور بتتهدم بمنتهى البساطه. يعني لسه من يومين في ناس كان في اسكندريه قصر بيتهدم. ايوه بالظبط كده. طب ازاي يعني حاجه تحزن. الطرز اللي من النوع ده في العالم شيء كله محزن، شيء محافظ عليه. انت لما تمشي في باريس، في وسط باريس هتلاقي المباني بنفس النمط ونفس ده الارض حتى لو الحجر المربع ده زي ما هو. لو حصل تغيير بيسبق الواجهه وبيعمل التغيير جوه. لكن لازم يبقى الطراز نفسه واحد. محدش يعمل حاجه طراز 2015 في يبوظ الشكل العام شكلها 1940. ما ينفعش. طيب يعني فاحنا بنقول ان في دلوقتي اتجاه او في مشروع موجود، كان موجود على حتى فترتين للتجديد وللمحافظة على ما تبقى من هذه القصور. ايه رأيك حضرتك في فكرة التجديد ده؟ هل هي مجدية؟ هل هو حكاية ان احنا نعمل الواجهات بلون مثلا موحد دي كفاية، ولا الخطة محتاجة اكتر من كده؟ لا، هي قضاء على الفوضى. وكان في فوضى تشويه بصري. فانت بتحاولي النهارده، وناس حاطه يفط على الشبابيك واعلانات وحاجات زي كده. كان في جهاز ما زال موجود، هو جهاز التنسيق الحضاري. كان جزء من نشاطه هو إعادة الواجهة الجمالية والشكل الجمالي للقاهرة وغيرها من الأماكن الموجودة في مصر. في الوقت نفسه انك بتعيدي الى المباني دي بارقها ورونقها مره ثانيه، لانها دي الواجهه اللي الناس بتعرف منها القاهره الحديثه. وزي ما قلت لك يعني في دراسه معموله في الثمانينات من القرن العشرين عنوانها باريس اون ذا نايل. باريس على النيل. لان احنا بنصوري كل المباني دي من اول عمارات الخديوي والعمارات اللي موجوده في وسط البلد وشكلها والقباب بتاعتها والاشياء دي. لو رحتي في اوروبا موجوده في اوروبا بالظبط، بس النيل هو اللي في الزياده. الطرز وبعد كانك نقلتي هذا النموذج على النيل. بنرجع تاني للمجلدات الخاصة بمؤلفات الرافعي، وبنقول ان هو لما كان بيتكلم عن سيرة اسماعيل ما انكرش ابدا ان هو بذل مجهود كبير جدا في تطوير مصر بشكل عام، مش بس القاهرة بقى والاسكندرية زي ما قلنا في مجال المعمار والهندسة والتزيين، لحد ما بقت القاهرة باريس الشرق زي ما كانوا بيقولوا باريس على النيل. وده كان مصطلح مشهور جدا في هذه الفترة، او بيقال عن القاهرة الخديوية بشكل عام. اول ما نقول باريس على النيل بتعرف على طول ان هي المنطقه الخاصه بالمنشآت المعماريه في عصر الخديوي اسماعيل. لكن هو كمان في الحقيقه عبد الرحمن الرافعي بيؤكد ان هو كان قدم اصلاحات شديده وكبيره وهامه جدا للدوله المصريه ككل. يكفي ان هو في عصره زادت الرقعه الزراعيه زياده كبيره جدا، وطبعا بزياده الرقعه الزراعيه زادت المحاصيل بنسبه كبيره قوي، فبالتالي طبعا كان الدخل المصري في هذه الفتره او الخاص في مجال الزراعه زاد جدا. هو برضو انشأ
علشان خاطر يبقى في رقعة زراعية زيادة أو كبيرة، أنشأ وجدد في شبكات الري وغير خالص شكلها. ويمكن كان من أشهر الحاجات اللي اتعملت في عصره هي حكاية القناطر، إن هو نظم الري ونظم المية، وخلى طبعا بهذا التنظيم كان سببه زيادة الرقعة الزراعية. بنقول برضو ان هو من الحاجات اللي انشأ كتير جدا من المعاهد التعليمية اللي كان ليها تأثير في طبعا خلق اجيال جديدة عندها تعليم ومستوى ثقافي اعلى في مجالات مختلفة علشان التوسع والتجديد اللي هو عاوزه. أنشأ برضو العديد من المنشآت أو الأماكن الخاصة بالوحدات البحرية أو الوحدات الحربية. اهتم برضو بمصانع الدباغة والجلود، مصانع السكر ومعامل السكر، النسيج، الحلج، كل ده كان من الحاجات اللي هو كان مهتم بيها. أنشأ برضو من الحاجات المهمة جدا شبكة طرق وكباري هامة جدا، وزود خطوط السكك الحديدية، وعمل شبكة أكبر بكتير جدا من خطوط السكك الحديدية البسيطة اللي كانت موجودة في هذه الفترة، وربط ما بين محافظات ما كانش موجود فيها قبل كده السكك الحديدية هو عملها. الحاجات المهمة الحقيقة اللي تمت في محافظة القاهرة هي الباعة الجائلين اللي كانوا منتشرين في وسط القاهرة. ده شيء مزعج جدا، وكان بيسيء ويشوه المكان، فما تقدريش تمشي فيها. كل الأشياء دي لازم يكون لها قوانين ويكون فيها تنظيم. بالمناسبة أنت لما تروحي في فرنسا باريس أو بتروحي في لندن أو في كذا أو في روما، هتلاقي في أماكن فيها أسواق بتنصب يوم في الأسبوع، لكن في نظام. تبتدي الساعة 6 الصبح، الساعة 3 ما تلاقيش ورقة في الأرض. فهي عايزة ثقافة، عايزة توعية، عايزة الناس تتعود على يعني أبسط حاجة ما ترميش زبالة، يعني حاجات كتيرة جدا. فلذلك أنا بقول لك إن نوعية القاطنين اللي كانوا في القاهرة التاريخية لما حصل توسع انتقلوا من هنا بقوا في وسط البلد في المناطق الجديده اللي نشأت، وبعدين انتقلوا بقوا في الزمالك، وبعدين انتقلوا بقوا في اليوبلس في مصر الجديده، وبعدين انتقلوا بقوا في مكان تاني، فبيحل محلهم ناس ما بيدركوش قيمه واهميه ما يحيط بيهم من المكان. فهنا ده عايزه ثقافه وعايزه توعيه وعايزه جهد من النظام نفسه، ازاي يحافظ، ازاي اولا ما تغيريش السائح او الحريص على المباني او على المنظر العام، هو عايز يشوف النسب بتاعتها متساويه. يعني ما اروحش الاقي جامع فيه مبنى عاليه وجنبيه عماره 18 دور فوقي، ده زي ابو العيله كده السلطان ما تتناسبش مع المكان. فلازم يكون في، وانا دايما اقول ان مصر تنقصها في فرق بين البلديه والمحافظه. المحافظه دي بتعمل العمل الحكومي، لو التنسيق الحضاري لكن حضرتك ذكرته يعني البلديه هي يعني ليه باريس منظمه؟ ان فيها بلديه، عارفين ان لمساحه كذا المفروض ما يبقاش في عماره تعلى عن كذا، ما تقدريش تفتحي شباك ولا تقفلي بلكونه ولا تغيري اللون الا باذن وانه يتناسب مع ما يحيط به. اقول لك لا، لكن هنا اللي عايز يعمل على مزاجه بيعمل اي حاجه، يهد ويبني ويعلي ويوطي ويوسع ويضيق. وبنوصل لنهاية فترة حكم الخديوي إسماعيل، وبعد هذا الثراء الفاحش والإسراف الشديد جدا زي ما قلنا كانت بداية النهاية. وبمنتهى البساطة جات له برقية من الأستانة بتبلغه إن هو تم خلعه من العرش، وإن ابنه توفيق هو اللي هيتولى بداله. وزي ما قلنا ده طبعا كان بتدخل وإعاز من الإنجليز في هذه الفترة. طبعا اتصدم الخديوي إسماعيل واتصدم كل من في القصر، لكن تم الموضوع زي ما طلب منه بالظبط. هو مش تم خلعه فقط ولكن كمان تم نفيه. وابتدت رحلة المنفى للخديوي إسماعيل، كانت بداية رحلة بؤس وشقاء بالنسبة ليه. كانت الرحلة بتاعته كان بيتنقل من فرنسا لإيطاليا، ومن إيطاليا لإنجلترا، وساعات كان بيروح برلين. وكان في هذه الفترة لسه عنده أمل إن هو يرجع تاني للعرش،
كان في محاولات وكان في تحايلات واستعطاف للباب العالي ان هو يرجعه تاني للحكم، لكن طبعا كلها كانت بتبوء بالفشل. ابتدى يعرف ان هو يعني الموضوع انتهى لحد كده، ابتدى يلاحظ ان كل المحيطين بيه والمهتمين ابتدوا ان هم ينصرفوا عنه، ابتدى يعيش حياة الوحدة، ودخلنا في مرحلة أسوأ وهي مرحلة المرض. بعد أما طبعا فقد الأمل ان هو يعيش او يرجع تاني كخديوي، فكر ان هو على الاقل يرجع لموطنه الاصلي. كان له قصر في الاستانه، كان له قصر في تركيا، فطلب ان هو يرجع ليها. قال على الاقل يعتبر موطن، وعلى الاقل ابقى بجانب الباب العالي، هعيش يمكن عيشه احسن شويه او عيشه فيها اهتمام اكتر، يمكن يحصل استعطاف للباب العالي وانا قريب منه. ورجع فعلا للاستانه واقام في القصر الخاص بيه، لكن فوجئ ان كانت عيشه اسوا وكان تعامل اسوا من الباب العالي، وكانوا بيعاملوه كانه يعني حاجه خطر، وكان محاط دايما بالجواسيس في كل مكان. ابتدى المرض يزيد عليه جدا، كانوا ابنائه بيروحوا وبيجوا عليه بيحاولوا ان هم يحلوا مشكله. بعد ما كان ان هو بيتخيل انه ممكن يرجع خديوي تاني، بقى امله الوحيد ان هو يرجع مصر علشان يموت فيها. حاولوا محاولات عديده جدا، لكن كان الرفض التام من الباب العالي في هذه الفترة ان هو يرجع مصر. حاولوا ابنائه ان هم يتوسطوا له، حاولوا كل المشاركين حتى كل المسؤولين في هذه الفترة، لكن ما كانش بيواجه الرفض التام ان هو يرجع مصر. وكان برضو من ضمن الحاجات اللي أثرت فيه هو أصبح مريض جدا، أصيب بالتهاب رئوي حاد، أصيب سرطان في الأمعاء، كانت حالته في انحدار يوم ورا يوم، وكانت طبعا حالته النفسية والكآبة اللي كان عايش فيها ومحبسه اللي كان عايش فيه كان سبب تدهور الحالة الصحية اللي خاصة بيه. فما كانش في ايده خالص ان هو اكتر يعني طلب او اخر طلب كان ليه ان هو بقى يدفن في مصر، يعني ما قدرش يرجع لها تاني، ما قدرش يعيش فيها تاني. مصر اللي بناها واتداين وداين مصر بسبب ان هو عايز يشوفها في اجمل وابهى صورة، يعني ما عرفش يرجع لها تاني غير جثة هامدة بعد وفاته. ودي يمكن ده الطلب الوحيد اللي تم تحقيقه في خلال 16 سنة منفى. قعد 16 سنة في المنفى ان هو يرجع يدفن في مصر، ورجع فعلا وتم تلبية الرغبة الوحيدة الأخيرة، وتم دفنه في مسجد الرفاعي.